السلام عليكم. أرجوك حالا لو وراك حاجة أهم من الفيديو ده اقفله، لأنه في النهاية وقتك أغلى من أي محتوى، وده الصح. وقتك أغلى من إنك تقضيه في مشاهدة محتوى بيقولك إزاي تقضي وقتك. الأولى إنك تشغله في حاجة هتساهم فعليا في البروجرس بتاعك، زي إنك تذاكر مادة علمية مثلا. وانت بتتفرج على الفيديو ده عايزك تبقى متضايق من نفسك لو وراك حاجة بتهرب منها بمشاهدتك لفيديو هو في ظاهره مفيد، عشان تضحك على دماغك وتهيأ لنفسك ان انت مش بتضيع وقتك. وغالبا في الحالة دي، لان هي غالبا موجودة ومش قليلة، اتمنى تخلص الفيديو ويبقى عندك نية فعلا ان انت تستفيد منه ويأثر فيك، مش مجرد قاعد بتقضي وقت على النت وبتاكل الاندومي وخلاص. عمرك حسيت ان يومك راح في الهوا؟ الوقت مش بس بيمشي، الوقت قاعد بيتسحب مننا. بفتكر بيت طرفة بن العبد لو تعرفه: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. لك الطول المرخى وثنياه باليد، اللي هو الطول المرخى ده حبل مرخي كده وممسوك، وثنياه باليد وممسوك من آخره. الوقت نفس الكلام، الوقت حبل كده وممسوك وقاعد بيتسحب، مش مجرد دقايق وبتعدي. وبرضه ما تنساش لعمرك ان الموت ما اخطأ الفتى، الموت جايلك يعني ليك ايه رصيد وهيخلص. ومع كل دقيقة بتروح في الفاضي في فرصة بتروح، ومش هتتعوض. اللي انت بتعمله بعدها ده مش تعويض للي فات، اللي فات راح. اللي انت بتعمله بعدها ده فرصة تانية. معاك رصيد يومي 1440 دقيقة، يا تحسن اختيار هيضيعوا في ايه يا هيضيعوا منك، لان هما كده كده هيروحوا. انت مش مخير هما يروحوا ولا لا، هما هيتصرفوا بمزاجك وغصب عنك، فلابد تحسن اختيار هما هيروحوا في ايه. في معالجتك للوقت حاول تفكر فيه وتستوعبه بأصغر شكل ممكن. يعني لما يضيع منك وقت انت كده كده هتندم عليه، ولكن ما تندمش على يوم ضاع منك ولا ساعة ضاعت منك. اندم على كل دقيقة ايه، اندم على كل ثانية بتروح منك كده. حس بمعنى الثانية. يعني انا عايز اقول لك عندنا ناس في التاريخ الاسلامي كانوا بيعدوا الوقت بالنفس. الموضوع ده اتوقع انتشر الفترة الأخيرة مع كتر أكل العيش من موضوع الوقت، بس يعني دي حقيقة. يعني أبو إسحاق الشيرازي مثلا كان معروف لما يكون رايح مشوار ولا راجع ولا هكذا يقرأ، فكان يقول لك ايه، رايح المشوار الفلاني قريت جزء كذا. انا في اثناء تحضير الفيديو ده قلت طب وليه لا، ما تيجي نجرب. فبقيت ايه، نازل مثلا رايح مشوار قريب، رايح الجامع، رايح هكذا ايا كان، فبقرا حاجه وانا رايح. طبعا مش بهبل يعني، مش ماشي في طريق سريع فمش واخد بالي، لا، حاجات مشاوير بسيطه يعني. فلقيت ايه، رايح الجامع قريت صفحه، راجع قريت صفحه. طب ده كده لو واحد ملتزم بيروح الخمس صلوات قرا 10 صفحات. طيب 10 صفحات كده من الهوا في يوم، يعني 70 صفحة في الأسبوع، يعني 280 في الشهر. ده كده بيقرأ كتاب في الشهر كده، من بس استغلال وقت ميت. مش يعني مش خسران حاجة لو ما عملش فيه حاجة، فاهم؟ فزي ما بقولك يا ريت تصغر مفهومك وتعاملك مع الزمن، لان انت في الاساس اصلا الفكره من الموضوع ده، كل ما كانت وحدتك في قياس الشيء اصغر وادق كل ما كان الشيء اقيم. والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اهون ما عليك يضيع. لابد في المرحله الاولى من طريقك لحفظ الوقت تعرف هو بيضيع في ايه قبل ما تعرف تستغله في ايه. طيب، اول حاجه تبقى اوير بالحاجة اللي بتضيع لك وقتك وانت مش بتحب ولا بتلاقي فايدة حقيقية منها. مش شرط تبقى الفايدة المقصودة فايدة مادية مباشرة، احنا مش آلات. انا مش بقولك هتمتنع عن اي شيء لا يجلب قيمة مادية، لا طبعا مش شرط، انت ادرى بظروفك ودنيتك وحالك. فشوف معايا يا معلم، هات ورقة. زهقت انت من هات ورقة وانت بتاكل الاندومي يا معلم اللي هيشغلنا معاه ده؟ بس لا لازم تسجل، يعني كتابة مهمة قوي يعني. فهات تليفونك سجل، عندك تاب، عندك اي حاجة عايز تسجل عليها سجل. يعني هتسجل ايه بقى؟ هتسجل الحاجة اللي بيضيع فيها وقتك وانت مش راضي. وبص هناخدني كمثال وانت طبق على نفسك. ماشي، رقم واحد، جت فترة انا كنت بحب لعبة كلاش رويال جدا، سواء هي او برضه لعبة ريد اليرت شوية لو حد عارفها. يعني انا مش جيمر خالص، بس يعني كنت بحب اللعبتين دول. فكان بيضيعوا مثلا ساعة مثلا بيضيعوا في اليوم منهم، فكتبته. تاني حاجة، أنا بهوى الأفلام جدا، فبتفرج على فيلم كل يوم يومين، اللي هو الموضوع مش منطقي شوية. وأفلام في بعض الأحيان قد لا تعود عليها بأي شيء،
فماشي كتبتها كده ساعتين كمان كده كله 3. رقم 3، الحياة الاجتماعية اللي كانت في بعض الأحيان ممكن تكون زيادة حبة حبتين، يعني سلامات، نزولات، خروجات، مكالمات كده. يعني الموضوع ده أحيانا بيزيد برضو، فاديله مثلا 3 ساعات كده كله 6 ساعات. فكان لابد وضع حد للمشاكل دي، وضع حل وحد للمشاكل دي، والإقرار بيهم كمان قبلها. صحيح ان اللعب ممتع جدا، والوقت اللي بيروح فيه بيطير كده من حلاوته بسرعة. صحيح ان الافلام لها جوها ومتعتها وجمالها الخاص، وصحيح النزول مع الشباب والخروج ومكالمات الصحاب البعاد عنك لكن قريبين لقلبك مفيش ألطف منها. لكن لو ما كانش عندك استعداد لإنهاء أو تقليل، فعليا تقليل مش أي كلام وخلاص، الحاجة دي، فانت بتقتل اي فرصة ليك في عمل نظام لوقتك يبقى سبب لنجاحك. لانه انت مش هتقدم ولا تعمل اي حاجة في حياتك الا لو انت بتلتزم بقاعدة لابد يكون حاكمها الوقت والنظام. لان انت ما ينفعش تبقى كده ماشي بالهوا. انت لو اديت فرصة للعوامل الخارجية تقعد تاخد في وقتك، انت ما تستاهلش تنجح اصلا او تعمل حاجة. فانت تشوف بقى الحاجات دي وتفلترها حسب انت شايف ايه يعني اهميتها بالنسبة لك بمعنى كلاش رويال، اهلا وسهلا سلام عليكم، امسحها وش كده. لو انت بقى من مدمني الحاجات دي ممكن نخرج شويه برا زون الجيمز. السوشيال ميديا اكيد، يعني الفيس، الانستا لو انت من الروشين، بتوع ريدت لو انت متفهين، بتوع تيك توك، كله يعني. الحاجات اللي مش هنضحك على بعض ولا هنجادل، تضيع وقت صرف. انا مش جاي اناقش في حاجه زي كده الحقيقه، بالعكس انت لو قعدت تبحلق في حيطه مخرمه باين حمار الطوب اللي تحتها من دهانها القديم، هيبقى احسن لك وافيد لك 100 مره من انت تقعد تهلك وقتك في السوشيال ميديا في حاجات بتضر دماغك اصلا. واكيد احسن من تقضيتك ايام وليالي و300 ساعه وحاجات غريبه كده بتلعب لعبه غبيه زي فوتبول مانجر مثلا. فانت لابد يبقى عندك القابليه لانهاء وفقط انهاء حاجه زي كده. لو بقى لمحت نفسك بتلاوع وتبدا تبرر نفسك ولا لا لا انا هظبط دنيتي ولا لا، حط نفسك في خانه الفاشلين، او على اقل تقدير خانه العاديين. بالمناسبة مش غلط ولا عيب ولا وحش اصلا ان انت تبقى شخص عادي، يعني انا مش بقول ان دي حاجة سيئة، بس انا خطابي موجه لشخص مش عايز يبقى عادي، مش راضي بانه يبقى عادي، يعني مش مكتفي بده. النقطة التانية اللي هي الافلام، واللي هي يعني مش صفر على الشمال قوي زي السوشيال ميديا او حاجة تضيع وقت صرف. يعني الافلام على الاقل ما بتبوظلكش دماغك بموضوع ادمان المحتوى السريع والقصير والكلام ده، وممكن تعود عليك بتحصيل ثقافي ومتعة لا بأس بيهم. فممكن نعتدل فيها، يعني بدل ما هي فيلم كل يوم، فيلمين كل اسبوع، ده فيلم في الشهر، فيلمين في الشهر كده يعني. النقطة الثالثة، الصحاب والحياة الاجتماعية. يا عم الروش يا مسمع كل القهاوي اسمك، وسط القهوة اللي ما يعرفنيش ده يبقى مش وسط قهوة. هنخف الموضوع ده شوية، هنقلل دايرة المعارف او على الاقل الناس المقربة عشان ما نستهلكش اصلا قبل ما وقتنا يستهلك. مم، بالظبط بص اقول لك، لما كنا صغيرين كنا على طول نسأل صاحبنا سيريس اللي هو ازاي تحافظ على وقتك. فكان بكل تلقائية يقول لك امسح بابجي، كونها كانت الاغلبية بيضيعوا وقتهم فيها وكده يعني. ف اللي غفل عنه سيريس واللي استوعبته لما كبرت، اللي هو سؤال ماذا بعد ما امسح بابجي يا عم سيريس؟ الوقت الفاضي ده كله هعمل فيه ايه؟ الواحد مننا تجيله جرأة وفي لحظة شجاعة وقوة يمسح اللعبة اللي أودت بيه وخلته عرة وبتاع، يقوم مسحها، ويعدي يوم في يوم، طاقة تخلص، يرجع الواحد للعبة أكتر من الأول كمان. الحقيقة إننا كنا مدفوعين بالعاطفة، تيجي على الواحد لحظة قوة وعزة لنفسه وإدراك لشرف وقته، يوم بكل براءة قاطع كابل الكهرباء عن كل حاجة كان بيعملها مش بتجيب له قيمة، ويتحمس ويتملي طاقة، لكنه للأسف ما كانش عارف يوجهها، فكان يبقى مشتت، ما عندوش سيستم ولا حاجة أصلا يملى بيها كمية الوقت اللي راح. ولكن أنا جاي أقول لك بقى بعد ما سيريس قال لي الكونسبتس اللي هو معتقدها في موضوع تنظيم الوقت ده، بحس يكون معاه إجابة لسؤال ماذا بعد ما مسحت بابجي. هعرض دلوقتي عليك اليوم المثالي في حياة سيريس المثالي، النموذج المثالي اللي مش عايزين نوصل له ولكن عايزين ناخد منه اللي يناسبنا. أول حاجة، تحديد الأولويات.
ودي طبعا انت ادرى حد بيها. شوف انت وراك ايه وقسمه حسب الجدول ده. ولو يهمك قوي، دي اسمها مصفوفة ايزنهاور، بتقسم الاولويات حسب عاجل وغير عاجل ومهم وغير مهم. بص، ولو اصلا مش عايز تتعب دماغك عشان ما تقعدش تنخرط تحت التكنيكس ازاي انظم وقتي اهم من ان انت او اكتر من ان انت تنظم وقتك فعليا، فسيبك يا معلم، اكتب الحاجات حسب اولويتها بالنسبة لك وخلاص. تاني حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، واللي هي ربط كل مهمة بوقت معين. وعايز اقول لك لو ما طلعتش من الفيديو ده غير بدي، فانا بالنسبه لي تمام. في عصر اكل العيش من ورا موضوع تنظيم الوقت بقى اسمها تايم بلوكينج، يعني لو يهمك تعرف برضه. فمثلا هذاكر المادة كذا من الساعة مثلا 5 الفجر لحد 7 الصبح، ومن 7:30 ل8:30 هعمل كذا، ورايا كذا هقدره بقيمة كذا ساعة من إلى، بس كده. لكن ملحوظة صحيح، هو جدول سيريس صحيح جامد ويشد ويزغلل العين ورهيب، ولكنه مثالي قوي بزيادة، ودي حاجة ممكن تبقى عيب فيه أصلا. فأنت لابد تعمل حساب الأسوأ، بمعنى أن أنت هتنام مثلا 7 ساعات، اكتبها 9. المهمة الفلانية محتاجة 2.5 ساعات، 3 خليها 3.5 كمان، مفيش مشكلة. وحط أوقات بريكات في النص، وحط أوقات ضيع احتياطي. ليه؟ لأن أنت مع أول فشل الجدول ممكن يبوظ منك، تلاقيها بدأت تفرط منك فتزعل، فاهم قصدي؟ فأنت محتاج الانتصارات البسيطة اللي في النص، لأن دي لوحدها محفز كافي يخليك تكمل أصلا الباقي. هتعمل حاجة تنجزها تحفزك، تعمل اللي بعدها تحفزك، تعمل اللي بعدها، والاندلس ريفر يقعد يلف. تالت حاجة القوقعة المؤقتة. بص، تليفونك ده حطه في الدولاب، ارميه تحت الكرسي، وديه في البلكونة، احرقه، اتعامل انت بقى، والتليفون كرمز وانت اضرب دنيتك. رابع حاجة التعامل مع الاساسيات، النوم، الاكل، البشر، هكذا. بالنسبة للنوم، فمعادلة سيريس الذهبية هي ان انت تنام اقل عدد ساعات شريطة ان هو يكون كافي ومريح ليك. تجنب على قد ما تقدر النوم الزيادة. النوم الزيادة فوق حاجتك طبعا، يعني ابن القيم بيقول انه من مفسدات القلب. في ناس بتنام 14 ساعة وتستغرب يومها راح ازاي. يا معلم حضرتك عمله سنوز. بالنسبة للأكل، ففي الفطار ركز بالله عليك، النقطة دي مهمة قوي. تفطر بعد ما تنجز أول مهمة وأهم مهمة في اليوم. الموضوع ده مهم جدا من كذا جانب. أولهم إن أنت مش تبقى خملان وبلرد ومشوش كده ومش مركز، أصل مفيش عملية هضم شغالة بتاخد الدم بتاعك المعدة، فأنت مركز. النقطة التانية واللي هي توقع المكافأة. أنت لما بتبقى بتعمل حاجة ومستني عارف آخرها مكافأة، ده بيلهمك صبر وجلد على الحاجة اللي بتعملها، وانت بتبقى عارف ان اخرتها حاجة حلوة وهتنسيك التعب اللي راح ده. وبالعكس الحاجة الحلوة دي بيبقى لها طعم تاني بعد التعب، وخصوصا لما يكون التعب ده بإرادتك وحاجة انت عايز تعملها اصلا. وتعامل انت بقى بالمنطق ده مع باقي الحاجات. بالنسبة للناس فتعامل، يعني كلام كليشيه شوية، هتعامل باحترام، خلي بينك وبين الناس حدود، ما تبقاش صرصار تقعد تضيع وقت الناس ويضيعوا لك وقتك. بالنسبة لاصحابك، فدي يعني ايه حساسة شوية، ولكن لازم تبقى تقيل شوية، يعني جلدك وشك تخين كده على اصحابك شوية. بقولش كاريزما وتبقى اهبل يعني وكده، ولكن الموضوع ده ضروري، لان احنا اما نساعد بعض يا اما هنوقع بعض. يعني تقول لا، يعني تعتذر وما تتكسفش، تحاول ما تتكسفش، وهم المفروض يقدروا ده لو هم كويسين يعني. وحتى يا ريت كلكم تبقوا كده مع بعض، يعني ليه لا. خامس حاجة الوقت الميت، ودي برضو نقطة كليشيه بصراحة فمش هخوض فيها. انت ادرى بالوقت الميت في حياتك، مستني دورك في حاجة، بتعمل حاجة مش اساسية فممكن تعمل حاجة تانية معاها، او قصدي حاجة مش محتاجة تركيز، فممكن ما اكتر البودكاستات وما اكتر الحاجات اللي ممكن تملى بيها وقتك الميت، يعني اللي هو ايه، يبقى تحت بطك كتاب من الاخر، يعني مجازا. يعني تستغل وقتك في ايه؟ من وجهة نظري بالنسبة لي كمسلم، عندي أهم استثمار هو أي استثمار يعود عليا في الآخر، وبعده بقى في عدة فروع تمتد من 4 جذور أساسية، واللي هي الصحة، التطوير والالتزامات، والعلاقات، هواياتي. دي 5 حاجات ومشي الدنيا يعني. كان نفسي انزل بقى بليستة حاجات تخليك روش ومش عارف ايه، وحاجات تعملها تملى بيها وقتك والكلام ده كله، ولكن لقيت ان الموضوع هيكبر مني شوية،
لان الموضوع ده يعني شويه بحبه. ليه اكتيفيتيز وانشطه تملى بيها وقتك وتستثمر من خلالها وقتك وهكذا. ولكن زي ما قلت لك الكلام هنا يطول وملوش علاقه بشكل كبير قوي بالفيديو، فقلت ممكن اعملها فيديو تاني يعني الطف. ولكن لو هطلع ب5 حاجات بس دلوقتي هقول لك، يعني احفظ قرآن، اتعلم لغة، اقرا كتاب، العب بدل، ذاكر يا اخي، ذاكر لو طالب، ليه ما تذاكرش ليه؟ على الاقل خالص العلم بيربي يعني. واستناني بقى باذن الله في فيديو قادم اكلمك على الموضوع الاكتيفيتيز ده وكده ان شاء الله، فاتاكد انك مشترك لو مهتم. بص، انت النهارده بتقضي وقتك بتبني بكره، يا تبنيه وتركز على ان انت تبنيه، يا تقضي وقتك بتتفرج على اللي بنوه. وكان في كلمه سمعتها وانا صغير للاستاذ ابراهيم عادل، كان بيقول لي يا تشتغل على هدفك يا تشتغل عند اللي حققه. كلمه صعبه يعني ولكنها حقيقيه. وقبل ما اسلم عليك عايز اقترح تحدي بسيط كده، تحديين الحقيقه، مش تحديين يعني حاجتين نعمل بيهم، نطبق بيهم الكلام اللي اتقال في الفيديو ده. الاولى موضوع ان انت تتجنب جوع ما بعد ما تصحى، ده تاخر الفطار بعد المهمه الاولى زي ما اتكلمنا. الموضوع ده عبقري يا جماعه، انا بجد والله انصح بيه حد يعني ايه، يعني نصيحه حب والله. الموضوع ده جميل جدا. حاول دايما تاجل الاكل اللي بعد الحاجه اللي انت بتعملها. الحاجه التانية اللي هو اللي قلناه من شويه، تايم بلوكينج، او ان انت تربط مهمتك بوقت معين، ده من الى. بس كده. قولوا لي بقى في التعليقات ايه اكتر حاجه بتضيع وقتكم ومش مبسوطين منها يعني. ممكن نحاول نركز او يفتح لنا مدارك نقدر نبص من خلالها على وقتنا احنا بيضيف ايه. دلوقتي اقدر اقول لك السلام عليكم.